السلام عليكم. تعالوا النهارده يوم معايا في المطبخ هنحضر مع بعض دجاج كنتاكي بطريقه سهله جدا وقرمشته احسن من بتاع بره ونضيف، وانتي عارفه عامله ازاي. وهنعمل مع بعض كمان سلطه كول سلو، وهنعمل مع بعض كيك مقاديره بسيطه وموجوده في كل بيت، وان شاء الله الكيك تحفه والاكل كله جميل باذن الله. يلا بينا نبدا الوصفه ونقول بسم الله. هيبقى معانا هنا دبابيس فراخ بس يكون حجمها صغير. اي قطعه فراخ انت هتستخدمها يكون الفرخه وزنها مش اكتر من كيلو ونص. صدور، وراك، دبابيس، القطع بقى اللي تحبيها المتوفرة عندك. هنا هنحط مية وفيها ليمون وملح ورشة فلفل، وهننقع فيها الفراخ بتاعتنا. هنجيب بولة بقى ونحط فيها البهارات، كركم وجنزبيل وكمون وشطة وبابريكا وفلفل ولون اصفر اللي هو لون الزعفران، ونحط عليهم شوية مية وعصرة ليمونة، وهننزل عليهم بالزبداية وهنقلبهم كويس كلهم كده مع بعض. وكمان ما ننساش نحط شوية سكر عشان السكر يخلي الفراخ تستوي معانا بسرعة. وبعد ما نقلبهم كلهم كويس كده هننزل فيهم بقطع الفراخ بتاعتنا بعد ما شيلناها من محلول النقع، ونسيبها في التلاجة اقل حاجة ساعتين. ويفضل تعمليها من بالليل في تتبيلة وتسيبيها وتستخدميها تاني من الصبح. نحضر بقى الدقيق اللي احنا هنقلب فيه الفراخ. هنحط كوباية دقيق، عليها معلقة بهارات فراخ، عليها معلقة جنزبيل، معلقة كمون، معلقة شطة او معلقة بابريكا اللي تحبيه، وشوية بهارات فراخ او شوية بهارات لحمة، وشوية جنزبيل، ومعلقة بقسماط كبيرة او معلقتين بقسماط، وشوية ملح. وهنقلبهم كلهم كده مع بعض. ممكن تستبدلي ده كله بالفيجيتار لو موجود عندك. مفيش عندك فيجيتار هتعملي الخلطة دي عشان تقلبي فيها الفراخ بتاعتك. سيبها على جنب ونحضر مع بعض سلطة الكول سلو. هنجيب الكرنب كده وهنقطعه بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وكمان بقى عندك جزر الكرنب بتاع السلطة، مش كرنب من التاني اللي احنا بنعمله محشي. قطعنا كده الجزر او بشرناه بالمبشرة، وهنقلبهم كويس كلهم مع كده مع بعض. وهنجيب بقى بول عشان نعمل فيها الدريسنج بتاع السلطة. هنحط معلقتين مايونيز، عليهم فنجان من اللبن، عليهم معلقة من العسل الابيض، ونقلبهم كده كويس. وننزل عليهم كمان بشوية من المستردة، ونقلب برضو تاني، ونضيفهم على السلطة بتاعتنا. وعملت سلطة كول سلو ولا اروع، انضف واحسن من بتاعه بره. وحطيها بقى في التلاجة كده تبقى جميلة ولذيذة على ما تقلي الفراخ بتاعتك. كده الفراخ بعد ما اتنقعت في التتبيلة او قلتلك اقل حاجة ساعتين، هنجيب حلة او طبق او بولة هنحط فيه مية وفيها مكعبات من التلج. نبدأ ننزل الفراخ بتاعتنا في خلطة الدقيق اللي احنا عملناها، وبعدين ننزلها في المية بتلج، ونرجع ننزلها تاني في الدقيق بتاعنا. ولازم تنفضيها كده عشان تديلك ايه اللي هي ايه التعريجات بتاع الفراخ اللي بتتباع بره. والمقلايه بقى يكون فيها زيت غزير، والنار تكون هاديه جدا، بس لما الزيت يسخن اول بعدين تحطي فيها الفراخ، وتقلبيها بقى على كل ناحيه تكون 10 دقايق عشان تستوى معاكي وتبقى لذيذه ومقرمشه. وما تستعجليش عليها في الزيت، سيبها تستوى براحتها هتطلع معاكي ممتازه. نبدأ نعمل بقى الكيك بتاعنا. وصفة سهلة ولذيذة ومقاديرها بسيطة جدا ب2 بيضة. اول حاجة تعمليها تشغلي الفرن تسخنيه قبل ما تبدأي تعملي في الكيك. هنجيب بولة هنحط فيها بيضتين وفانيليا، ممكن بشر برتقال لو متوفر عندك، مش متوفر خلاص. ونقلبهم كده كويس بالمضرب السلك، وممكن نستخدم الخلاط ونحط فيه كل المقادير. هنحط كوباية من السكر ونقلب كويس السكر مع البيض مع الفانيليا بالمضرب كويس جدا. ممكن قلتلك تستخدمي الخلاط وتريحي ايدك. هننزل بنص كوباية من الزيت، وهنجيب كيس فروتي بطعم البرتقال او بطعم الخوخ اللي يريحك. الكيس صغير ابو 3 جنيه، وهتقلبيه في كوباية من المية، وهتنزلي على الخليط بتاعنا البيض والسكر والفروتي وتقلبهم كويس. بعدين تجيبي كوباية ونص من الدقيق، وتحطي عليهم كمان معلقة كبيرة من النشا ومعلقة من البيكنج باودر، وتقلبي كويس جدا. وده القوام بيكون شكله كده. لو القوام بتاعك اخف ممكن تزودي معلقتين دقيق كمان. لو القوام زي ده كده خلاص صبيها في القالب يكون مدهون باي نوع من السمنه او الزبده، ودخليها الفرن على 180 هتطلع معاكي ممتازه. وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. والسلام عليكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.